عاملين ايه الاخبار؟ كويسين؟ يا رب تكونوا بخير. معلش كده هتكلم دقيقتين ثلاثه بره الكوره، ولكن كلام الواحد نفسه يقوله بجد يعني. خلي بالكم من نفسكم، وخلي بالكم من عيالكم، وخلي بالكم من اهلكم. خلي بالكم في امور التربيه والدين. الدنيا وحشه قوي، والدنيا بقت صعبه جدا. الحاجه الوحيده اللي ممكن تنجيك انك تبقى ماشي تبع الحلال والحرام والصح والغلط. حاول تربي عيالك على الطبلية اللي انت قعدت عليها زمان مع اهلك وجدك واخوالك وعمامك. حاول تنمي فيهم اللي اهلك نموه فيك زمان. حاول تعمل ده جدا، عشان احنا عايشين في ايام ما يعلم بها إلا ربنا، وعايشين في ايام صعبة جدا، وعايشين في ايام محدش بيعرف فيها مين الصح ومين الغلط. النهاردة انت واخد ده حد قدوة او حد كويس جدا، تاني يوم بتصدم فيه. انت كنت بتكره ده، فجأة بتحبه بسبب حاجة حاجة بقى يعملها. عيالنا بقوا مسؤولية صعبة أوي 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 أوي. الواحد بقى قاعد أوقات كتير بيفكر، طب هربي عياله ازاي؟ هو أنا ممكن ابني لما يكبر يقول لي هو احنا ليه مسلمين؟ طب احنا ليه مش شيعيين؟ طب احنا ليه سنيين؟ طب هو في ربنا؟ على فكرة، احنا بنقول الكلام ده بنضحك، لكن صدقني فعلا في ناس هتعاني جدا معاها قدام. الواحد بقى خايف ومرعوب من اللي بنشوفه في السوشيال ميديا، ومن الأفكار، ومن التحرر اللي بقى موجود. الدنيا بقت صعبة أوي. آه بنحب الكورة، وبحاول أتكلم عليها على قد ما أقدر، إن هي أكتر حاجة أنا بحبها، وأكتر حاجة الواحد بيفش غله فيها هي الكورة، سواء اللعب مع الصحاب أو الكلام ده. ولكن الفترة الأخيرة دي الخوف والرعب والقلق على الأجيال اللي جاية بقى كبير جدا. في ناس دلوقتي ماشي يهمها قضية فلسطين، قضية العرب، قضية المسلمين. مفيش حد دلوقتي بقى يتكلم إلا قليل جدا عن الحلال والحرام. احنا كان عندنا مليون شيخ بيقعد يتكلم معانا عن الحلال والحرام زمان، وفي كل القنوات. طولت عليكم معلش، بس خلوا بالكم على عيالكم، خلوا بالكم من نفسكم انتوا كمان. احنا بينا ننسى المعلومات الدينية بتاعت زمان، بينا ننسى الحاجات الصح والعادات والتقاليد اللي احنا كنا عايشين عليها زمان. بينا ننساها وبتسهى عننا. عارف فيديو ملوش معنى، ملوش لازمة، ملوش سبب معين أو مبرر معين، لكن الواحد فعلا خايف، فحبيت أشارك خوفي ده معاكم. يمكن ألاقي حد زيي أو ناس زيي، فأحس إن إحنا ممكن نحاول نعمل حاجة يعني قدام. السلام عليكم.